أيها الناس تفكروا في أعمالكم وتدبروا رحيلكم من هذه الدنيا، فأمامكم الموت وسكرته والقبر وظلمته والحساب وشدته. إن هذا القبر أول منازل الآخرة، فإن الميت يكتب له عند موته حالة. فالمؤمنون تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وغير المؤمن يقول الله: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وهذا القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، فاستعدوا لهذه المواقف العظيمة، وأمامكم الحساب والوقوف بين يدي الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تذكروا تلك المواقف، عسى أن تعود علينا بالخير في أمور ديننا ودنيانا.